السلام عليكم، اهلا وسهلا. معاكم احمد عادل. هقول لكم ازاي تتخلصوا من الكسل في 4 خطوات بسيطة. تمام. هنبدأ بأول خطوة، بس هنحتاج ان عشان تعمل الخطوات دي هتحتاج قلم وورقة. هنبدأ أول خطوة وهي أنا عايز أتجنب إيه اللي أنا بعمله ده. يعني أنا بعمل الحاجة دي عشان أتجنب إيه. لازم أكون صريح مع نفسي جدا في الخطوة دي، لأن أنا هسأل نفسي السؤال ده وهكتبه في الورقة. انا مثلا بشتغل ليه او بذاكر ليه؟ لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى دي الخطوة الاولى، انا عايز اتجنب ايه عشان كده بعمل اللي انا بعمله. تاني خطوة، انا هاخد ايه باللي انا بعمله. انا بعمل ايه او بعمل كده عشان اوصل لايه. يعني اللي انا بذاكره او اللي انا بشتغل فيه او اللي انا بعمله دلوقتي هيوصلني لايه. طبعا دي حاجة جميلة جدا، حط كل تخيلك وكل تصورك ان اللي بتعمله ده هيوصلك لحاجة كبيرة. تالت حاجة، ببساطة، ماشي، ببساطة هنختار الخطوة اللي هنعملها بعد اللي انا هعمله دلوقتي. ولتكن مثلا هروح الجيم، هقعد على الكمبيوتر، هقعد على الموب اكلم معرفش مين، هخرج مع مين. ببساطة الخطوة التانية بس بعد اللي انا هعمله. تالت حاجة، هنكرر التلات خطوات السابقة مرة اخرى، هنراجعهم. شوف انا كتبت انا عايز اتجنب ايه. تمام، لازم اكون صريح مع نفسي. ايه اللي انا هاخده باللي انا بعمله. تالت حاجة، هعمل ايه بعد اللي انا هعمله ده، الخطوة اللي بعدها بس. رابع حاجة، هنكرر ال4 خطوات دي تاني. طيب احنا بنعمل كده ليه؟ ده تحفيز. لان احنا كبشر ببساطة يا اما بنهرب من حاجة يا اما بننجذب بحاجة. بنهرب من حاجة بنبقى خايفين منها مش عايزينها، تمام، او بننجذب لحاجة بشدة لان احنا حابينها، هتدينا سعادة، هتدينا فرحة، هتدينا غير وغيره وغيره. فال4 خطوات دول بيساعدوني ان انا اتخلص من الكسل وابدأ اعمل اللي انا عايز اعمله. ال4 خطوات ببساطة طبقوهم. لو عندكم اي سؤال اسألوني على الصفحة، وما تنساش تعمل شير وفيد صحابك. شكرا.